السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب يا أبطال، ورمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين وداخلين على العيد بإذن الله. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. مبدئيا كده عشان مش عايز أطول عليكم في المقدمة، وأنتم عارفين دايما إن أنا مش بحب إن أنا أتكلم كتير في المقدمة، أنا بحب إن أنا أدخل في الموضوع على طول. تمام، بس قبل يا صاحبي ما نتكلم في الموضوع بتاع النهارده، انا لو انت مش مشترك في القناه يا غالي اشترك في القناه فضلا وليس امرا، وتابعني عشان الفتره اللي جايه دي كلها مفيده ليك باذن الله. بص يا غالي، مبدئيا كده قبل ما نتكلم برضه عن حلقه النهارده، لما صليتش على النبي صلى على حبيبنا النبي عشان ربنا يكرمني ويكرمك باذن الله، وربنا يجعلك كده يا اخويا من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكريه، ويا رب كل نفس حاجه احققها باذن الله. طبعا هكمل معاكم السلسله الخاصه بالتقديم للكليات العسكريه. اتكلمت عن الفنيه العسكريه، واتكلمت عن التكنولوجيا العسكريه، واتكلمت عن الكليه الحربيه، واتكلمت عن كليه الطب بالقوات المسلحه. تمام. النهارده هتكلم عن الكليه البحريه الخاصه بالكليات العسكريه او قسم الكليه البحريه. يعني ايه الكليه البحريه؟ بص يا غالي، الكليه البحريه طبعا في منها نوع اسمه اكاديميه بحريه، وفي الكليه الحربيه. الكليه الحربيه دي خاصه بالقوات المسلحه، عشان ناس كتير سالتني عن الموضوع ده. الكليه الحربيه دي خاصه بالقوات المسلحه. تمام، يعني انت هتطلع ضابط بس بالقوات المسلحه، بعكس الاكاديميه البحريه. طبعا كلنا عارفين ان الاكاديميات البحريه دلوقتي بفلوس وطبعا غاليه. تمام، فالكليه البحريه طبعا دي حاجه، والاكاديميه البحريه دي حاجه تاني. ماشي، عشان كلكم تبقوا عارفين. بس فدلوقتي انا هتكلم عن الكليه الحربيه، عشان الاكاديميه دي مش سكتي خالص. هي اي نعم انا اعرف عنها معلومات، لو انت عايز تستفسر عنها سيب لي في كومنت، وانا هتكلم عنها في فيديو باذن الله وحديها. تمام، لكن طبعا الافضل او مجالي انا شخصيا واللي هي الكليه الحربيه اللي هي الخاصه بالقوات المسلحه البحريه الخاصه بالقوات المسلحه، اللي ربنا يكرمكم باذن الله وتتقابلوا فيها. بص يا غالي، هتكلم دلوقتي عن شروط التقديم الخاصه بالكليه البحريه لو انت هتقدم من بعد الثانويه، وهتكلم في الفيديو ده عن التخصصات المطلوبه لو انت راجل هتقدم من بعد الكليه بتاعتك. تمام. بص يا غالي، مبدئيا كده الكليه البحريه تقبل الحاصلين على شهاده الثانويه العامه والازهريه والشهادات العلميه المعادله من القسم العلمي. ده معناها ان هو محدد لك هنا مش هتقبل ادبي. تمام، لو انت ازهر او انت ثانويه عامه القسم العلمي هتقدر تقدم. طب هل علم علوم ولا علم رياضه؟ هو هنا يا صاحبي مش محدد علم علوم او علم رياضه، هو هنا علمي جميع باقسامه اللي هو علم علوم او علم رياضه. تمام يا صاحبي، دي اللي هي اول نقطه، اللي هي تقبل الحاصلين على الشهاده الثانويه العامه او الازهريه. تمام، قسم العلمي. ماشي يا رجاله؟ تمام. نرجع لموضوع السن تاني، عشان الناس كلمتني برضو. موضوع السن يا صاحبي لما تيجي تقدم، انت هتقدم سنه التخرج والسنه اللي بعديها بس، انت مالكش تقديمات تاني. تمام، دلوقتي انت خلصت ثالثه ثانوي، هتقدم في السنه اللي انت خلصت فيها، وهترجع تقدم السنه اللي بعديها. كانت عشان الناس قالت لي ما هم 3 سنين ومش عارف ايه، كانت 3 سنين تمام، 3 سنين واتلغى النظام ده، اتلغى. بيجي دلوقتي سنتين بس، سنه التخرج والسنه اللي انت ايه اللي بعدها على طول. لو انت شخص اتخرجت في 2023 مثلا اللي احنا فيها دي، هتقدم 2023 و2024. تمام يا صاحبي؟ تمام. السن ما يزيدش عن 21 سنه. ماشي، وان تكون النسبه المئويه للمجموع 70%. الكليه البحريه نفس تنسيق الكليه الحربيه 70%. تمام، ممكن يزيد وممكن يقل على حسب العدد اللي هتقدم. يعني لو العدد اللي هيقدم مثلا السنه دي قليل، تمام، هينزلوا في المجموع بتاعها عشان يقدموا عدد اكبر. تمام يا رجاله، فالمجموع بتاعها 70% سواء علمي او ادبي، سواء علمي او سواء ثانويه عامه او ازهريه. فاكثر يعني تجيب اكثر من كده يا صاحبي، ما تجيبليش 70% وبس وتسكت. وان يجيد الطالب السباحه اجاده تامه. عارف يعني ايه؟ يعني بص، تكون راجل فرود في السباحه. يعني ما تقوليش انا هعوم مثلا 50 متر وهتعب وكفايه، او عمري مثلا 10 متر وكفايه كده. لا يا صاحبي، يعني ان يجيد السباحه ان يجيد السباحه بطريقه تامه. تمام، اجاده تامه. يعني يا صاحبي تكون راجل تقفز قفزه الثقه من غير ما تتهاب من اي حاجه. تمام، تعوم، تغطس، تنقذ، الحاجات دي كلها لازم انت تكون متعلمها. ماشي يا رجاله، ده شرط اساسي ان الشخص اللي هيقدم على كليه بحريه يجيد السباحه اجاده تامه. ماشي يا رجاله؟ تمام. وتكون مدة الدراسة كام سنة يا رجالة؟ مدة الدراسة في الكلية البحرية يا رجالة 4 سنين. ماشي؟ أنت هتقدم من بعد الثانوي، فأنت كده إيه دراستك 4 سنين، بعكس خريج الكليات دراستهم سنتين. ماشي؟ ويمنح الخريج درجة البكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية وبكالوريوس العلوم السياسية. فده اللي انت هتحصل عليه، انك انت هتحصل على بكالوريوس علوم عسكريه او علوم بحريه وبكالوريوس العلوم السياسيه. ده يا صاحبي لو انت شخص هتقدم من بعد الثانويه العامه على الكليه البحريه.
تمام، لو انت هتقدم من بعد الثانويه العامه، خليك فاكر الكلمه دي، من بعد الثانويه العامه. لكن احنا دلوقتي هتقدم انت خلاص الثانويه العامه وربنا كرمك وقدمت، او انت حابب المجال البحريه وقدمت عليها، ولا لا قدر الله لا قدر الله ما حصلكش نصيب وانت حابب البحريه، كده انت مالكش تقديمات؟ لا يا صاحبي، ليك تقديمات على الكليه البحريه. تمام، هتقدم امتى؟ بعد الكليه، بعد الكليه. تمام. طب دلوقتي يا طارق انا خريج طب، هينفع اقدم ولا ما ينفعش؟ يا طارق انا خريج تجاره، يا طارق انا خريج مثلا حقوق، هعرف اقدم ولا ما اعرفش اقدم؟ تابع معايا دلوقتي يا صاحبي التخصصات الخاصه بالتقديم للكليه البحريه بعد الليسانس او بعد البكالوريوس. هتكلم عن التخصصات دلوقتي حالا. بص يا غالي، اول حاجه التخصصات المطلوبه للكليه البحريه. اول حاجه تخصصات الهندسه. تمام، الهندسه خش على اقسام الهندسه، هندخل على اقسام الهندسه. ايه هي اقسام الهندسه دي؟ الحاسب، كهرباء قوي، ميكانيكا قوي، الاتصالات والالكترونيات، ميكاترونكس، في قسم اسمه ميكاترونكس، هندسه بحريه اللي هي بناء السفن بالتحديد، الهندسه التطبيقيه، تقنيه النانو. ماشي. بيقول لك ايه هنا بقى؟ ملحوظه، عشان في ناس كتير بتسالني عن الموضوع ده: لا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن فقط. ازاي؟ يعني انت دلوقتي لو معهد عالي هندسة تقدر تقدم؟ لا. لو انت دلوقتي في كلية هندسة خاصة تعرف تقدم؟ لا، الا في شرط واحد بس، واللي هو ايه؟ انك انت تكون هندسة قسم بحرية وبناء سفن. في الحالة دي تقدر تقدم. ماشي. من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكمان محدد لك هنا الأكاديمية اللي اسمها ايه؟ العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات. يعني أنت دلوقتي هل ما تقدرش تقدم لو أنت هتقدم من بعد الثانوية العامة، من بعد الكلية. تمام، وأنت في معهد خاص أو في كلية خاصة. تمام، لازم أول حاجة تكون القسم بتاعك قسم ايه بقى؟ بحرية وبناء، هندسة بحرية وبناء السفن. وشرط اساسي تكون واخد القسم ده او الهندسه دي من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. تمام يا رجاله. ليه بقى اشمعنى الاكاديميه دي؟ ان الجامعه دي معتمده دلوقتي من التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات. ماشي يا ابطال؟ تمام. دلوقتي ده التخصصات. ماشي. ايه هي الشروط؟ انت دلوقتي هتقدم، ايه الشروط بتاعتك؟ التقديم بتاعك يا صاحبي لو انت هتقدم من بعد الكليه مقبول في اعلى، تكون جايب مقبول في اكتر. ان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 او 2021. ازاي؟ زي ما قلت لك، السنه اللي انت حاصل عليها، تمام، والسنه اللي بعديها بس. تمام. وما يزيدش السن الالتحاق عن 25 سنه. لما تيجي تقدم ما يكونش عدى عليك 25 سنه. تمام. تمام. وان تكون مده الدراسه بالكليه البحريه زي ما قلت لك يا صاحبي سنتين، اما اللي بتوع ثانويه عامه 4 سنين. ماشي يا ابطال؟ تمام. هنخش بعد كده تخصصات العلوم. احنا خدنا تخصصات الهندسه، بعد كده العلوم عندك انت فلك، ارصاد جويه، فضاء، رياضيات، بحار. تمام. بعد كده تخصصات التربيه، لو في قسم التربيه اللي هي كليه التربيه، تخصصات معينه، فيزياء، كيمياء، رياضيات. طب ايه هي الشروط؟ الشروط يا صاحبي انك انت تكون جايب جيد في اعلى، اما الهندسه زي ما قلت لك تكون جايب مقبول. جيد في اعلى دي للعلوم وايه والتربيه. ماشي يا رجاله؟ تمام. وان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في 2022 زي ما قلت لك، وهي الشروط بتاعت السنه اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي، مده الدراسه سنتين. تمام. تمام يا رجاله. دي يا رجاله اللي هي الكليه البحريه الخاصه بالقوات المسلحه. اتكلمت في الكليه البحريه او اتكلمت في الفيديو ده عن الكليه البحريه يا صاحبي. لو انت هتقدم عليها من بعد الثانويه العامه، الشروط بتاعتها وهتطلع بالرتبه ايه بمعنى صح. تمام. والحاجه الثانيه والشروط بتاعتها اتكلمت عليها. لو انت هتقدم من بعد الكليه لا قدر الله ما حصلكش نصيب من بعد الثانويه، هتقدم من بعد الكليه. فانا طبعا دلوقتي اتكلمت لك عن التخصصات المطلوبه اللي بيحتاجوها كل سنه. تمام. واتكلمت عن التقديرات واتكلمت عن مده الدراسه. ده يا صاحبي فيديو النهارده الكليه البحريه بالخاصه بالقوات المسلحه. لو انت يا صاحبي عايز حاجه عن الاكاديميه البحريه سيبها لي في كومنت وهنتكلم عنها باذن الله في فيديو وحديث. كده يا صاحبي انا اتكلمت في الفيديو ده عن او اتكلمت في المرحله دلوقتي عن 6 كليات او 7، 6 اللي هم ايه بالظبط؟ البحريه، حربيه، تكنولوجيا عسكريه، فنيه عسكريه، الطب بالقوات المسلحه، وادي واتكلمت عن الجويه. تمام. هتكلم دلوقتي عن الدفاع في فيديو تاني، هتكلم عن الدفاع الجوي باذن الله. يا صاحبي لو انت مش مشترك في القناه فضلا وليس امرا اشترك في القناه وادعم اخوك، وربنا يكرمني ويكرمكم يا ابطال. بالتوفيق ليكم. طارق البدري.